هي دي الوصفة اللي لازم تتكرر. تعالى اقول لكم على اكلة هتطلع معاكم بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، ومش هتاخد بس غير نص ساعة في المطبخ. وهنعمل بقى طبق زي ما انتوا شايفين كده في منتهى الجمال، وجبة كاملة. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف عملنا الأكلة الحلوة دي ازاي. هنعمل النهاردة مع بعض المكرونة وايت صوص، وكمان البانيه المشوي. عندي بقى نص كيلو من البانيه غسلاه كويس جدا ومصفياه من المية. نزلت عليه بالتوابل بتاعتي، والتوابل عبارة عن ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، بابريكا، توم باودر، وبصل باودر. عندي كمان معلقة كبيرة من عصير الليمون. عندي كمان معلقتين كبار من الزيت. هقلب بقى التوابل بتاعتي كويس جدا كده مع البانيه. هخلي البانيه يتشرب كده من التوابل كويس. بعد كده هنرفع بقى طاسه على النار ونحط فيها معلقتين من الزيت ومعلقه كبيره من الزبده. لما الزبده بقى تبدا تسيح كده والزيت يبدا يسخن، هنزل بقطع البانيه بتاعتي. هنزل كده بنص كمية البانيه، وهبدأ هنا أهدي النار علشان أنا عايزة البانيه يستوي كويس جدا بظهر الشوكة كده. وهبدأ أتك على البانيه بتاعي علشان أضمن زي ما قلت لكم إن هو يكون استوى من جوه، لأن إحنا مش هندخله الفرن ولا أي حاجة، هو بس هنسيبه مشوي كده. خلاص البانيه بتاعي اتحمر، هقلبه بقى على الناحية التانية. وفي الوقت ده كنت حاطة مية على النار، وحطيت كده معلقة من الملح، ونزلت بكيس مكرونة قلم. هقلب المكرونة بتاعتي واسيبها بقى تستوي كده على مهلها. هنا خلاص كان البانيه بتاعي استوى معايا بالشكل ده. هبدأ اطلع البانيه في طبق، وفي نفس الطاسة هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة. هنزل كمان عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. ومش قادرة بقى اقول لكم ريحة الزبدة مع الثوم كانوا حلوين قد ايه. هنا نزلت ب3 معالق كبار من الدقيق. هبدأ بقى اشوح الدقيق بتاعي كويس جدا. انا مش هخلي الدقيق ياخد لون، بس هنقلبه تقلبتين كده مع السمنه. وفي المرحله دي هزود برده كده معلقه كبيره من السمنه عشان انا حسيت ان الدقيق هنا محتاج سمنه. هنرجع نقلب الدقيق كويس كده بالشكل اللي احنا شايفينه. هنكون محضرين 2.5 كوباية من اللبن. هنزل كده بكوبايتين اللبن بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هقلب بقى كويس عشان البشاميل بتاعي ما يعملش اي تكتلات ولا اي حاجه. هنقلب كويس كده بالشكل اللي احنا شايفينه. ومش قادره اقول لكم يا جماعه الريحه كانت حلوه قد ايه، بجد جميله. طبق فعلا في منتهى الجمال. قلبنا البشاميل بتاعنا كويس كده بالشكل اللي احنا شايفينه، ولما القوام بدأ يتقل معايا كده نزلت بقى بكوبايه من ميه سلق المكرونه. وعايزه اقول لكم ان هي بتفرق في القوام والطعم جدا، بتخلي كده قوام البشاميل في حته تانية خالص. بجد جربوها هتعجبكم. هنتبل بقى البشاميل بتاعنا برشه من الملح، وكمان رشه من الفلفل الاسود. وخدوا بالكم علشان ميه المكرونه بيبقى فيها ملح، فدوقوا الملح كده وانتوا بتحطوه، يعني عشان تبقى ملحها مظبوط. قلبت البشاميل بتاعي وده كده القوام. شايفين الصوص بتاعنا عامل ازاي؟ الصوص خفيف زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ بقى ننزل بالمكرونه اللي احنا كنا بنسلقها على النار. نزلت بكميه المكرونه بتاعتي وهي سخنه كده، وهبدأ بقى اقلب المكرونه كده في الصوص. وعايزه اقول لكم يا جماعه خطيره بجد، لما تجربوها انا متاكده ان هي هتعجبكم. هسيبها كده تبقبق بقى وتغلي مع بعضها غلوه واحده بس، وبعدين هنزل عليها برشه من الجبنه الموتزاريلا. قلبنا بقى المكونات الحلوه دي مع بعضها كده، وسيبناها حوالي دقيقه او دقيقتين على النار. وبعدين هننزل بقى في طبق التقديم بالمكرونه الحلوه اللي احنا شايفينها مع بعض دي. بصوا بقى شايفين الصوص؟ بصوا الصوص عامل ازاي والمكرونه بتنزل في الطبق، ولا ريحتها بقى مش قادره اقول لكم كانت حلوه قد ايه. البانيه بتاعي خلاص جهزته كمان وقطعته شرايح كده بالشكل ده، وحطيته بقى فوق وش الطبق. رشه حلوه من البقدونس او الكزبره، وبجد هتاكلوا احلى اكله. وجبه زي ما قلت لكم كامله، وطعمها كمان في منتهى الجمال. بصوا يا جماعه شايفين؟ بصوا بس منظر الطبق عامل ازاي. بجد جربيها وانا متاكده ان هي هتعجبك جدا، وهتعجب كمان الولاد. ما تنسيش بقى تقولي لي بتتابعيني منين. ما تنسيش كمان اللايك والشير للفيديو.